بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. من فترة كنت نزلت أسئلة شائعة في الانترفيوهات اللي تخص الداتا أناليسز، فتعالوا مع بعض كده نجاوب على الأسئلة دي سؤال والإجابة بتاعته. إيه هو دور محلل البيانات، أو باختصار إيه هو دور محلل البيانات؟ محلل البيانات ده بيتمحور حوالين 4 مهام رئيسية، وجوه منهم في كلام كتير جدا. أول حاجة داتا كوليكشن، تاني حاجة بالنسبة لنا وهو جزئية البري بروسيسنج للداتا. تالت حاجة هي الجزء الخاص باستكشاف البيانات، وإن أنت تفهم البيانات اللي معاك ديت وتقدر تطلع بيها بإنسايتس كويسة، كي بي آيز تقدر تساعد البيزنس. واخر بروسيس بالنسبه لنا، او اخر مهمه بالنسبه لنا، او اخر دور بيقوم بيه محلل البيانات، هو انه بيجمع كل الكلام ده ويرسم لوحه فنيه او يطلع ريبورتنج تبرور فيه كل الشغل اللي هو عمله. تاني سؤال بالنسبه لنا وهو سؤال ايه هي مصادر الداتا المختلفه؟ مصادر الداتا المختلفه، لو جينا مثلا نفتح الباور بي اي، فهتلاقي ان الباور بي اي عنده امكانيه انه يلينك مع اكتر من 133 مصدر للبيانات. وال 133 مصدر للبيانات دول هتلاقيهم متقسمين كاتيجوريز، هتلاقي حاجات داتابيز، وهتلاقي حاجات في الويب، وهتلاقي حاجات فولدرات، وهتلاقي حاجه اوف لاين زي مثلا الاكسل وما شابه من الملفات اللي تقدر تلينكها مع الباور بي اي. فالباور بي اي بيقدر يلينك مع اكتر من مصادر او اكتر من مصدر، والمصادر كتيره جدا، ايا كان الداتا دي موجوده على جوجل شيت، ولا موجوده اون درايف، ولا موجوده على داتابيز ايا كان النوع بتاعها، ماي سيكوال، ولا موجوده على سيكوال سيرفر اقصد، ولا موجوده على اوراكل، ولا موجوده فين بالظبط. تقدر تلينك مع كل البيانات دي. طيب، تعرف ايه هي او ايه عن الباور كويري اديتور؟ باور كويري اديتور ده انا بعتبره ان ده المصنع اللي انت بتقدر من خلاله تعمل كل حاجة قبل ما تبدأ تشتغل، واكتر مهمة بيقوم بيها هي جزئية البري بروسيسنج للداتا، في ان انت تفهم الفاليديشن بتاعت الداتا مظبوطة ولا فيها مشكلة، الميسد فاليو، الايرورز تتعامل معاها بشكل عامل ازاي. هو كمان بيكتشف لك الايرورز، نشوف الداتا تايب بتاعتنا بشكل عامل ازاي ومظبوطة ولا لا، وهل في حاجات محتاج اعدلها واغيرها ولا لا. نعمل كلاسيفيكيشنز للداتا، لو في فانكشنز معينه احنا محتاجين نعملها على الداتا عشان تطلع بشكل معين، ده برضو بيكون جوه الباور كويري اديتور. وده جزء مهم جدا على فكره من الدور بتاع الداتا اناليسيس اللي احنا لسه متكلمين عليه، ان انت اصلا دور مهم من الادوار بتاعتك هي انك تعمل ترانسفورميشن للداتا او تعمل بري بروسيسنج للداتا. السؤال رقم 4، ايه هو البيفت تيبل؟ بيستخدم في البيفت تيبل ده باختصار شديد جدا، هو عبارة عن جدول محوري. بيبقى لو انا عندي داتا كتيرة جدا، الداتا دي انا محتاج اطلع منها فيما شابه الجروبينج، ان انت تطلع معلومات مختصرة من التيبل الكبير ده. تمام. طيب، لو عاوز اعمل ميجر بس يكون عليها فلتر معين، نستخدم ايه؟ السؤال ده حلو قوي، ومن اكتر الحاجات اللي بحبها قوي في الجزء بتاع الانترفيو ده، ان انت تسألني حاجات في الداكس، او تسألني في مواقف معينة عشان اقدر اطلع لك كل حاجة موجودة عندي. بس اجابة السؤال ده من اهم الحاجات اللي فعلا مهمة جدا في داكس هو الكالكوليت. معادلة كالكوليت او الامر اللي اسمه كالكوليت من اهم الاوامر اللي فعلا بتديك حريه في ان انت تعمل حاجات كتيره قوي. فالميجر لو انت عايز تعمل مثلا سم على السيلز بس بفلتر معين، مثلا على كاتيجوري مثلا التكنولوجي، او كاتيجوري معين، او لسنه معينه، بتستخدم في الحاله دي امر كالكوليت. طيب، امتى بستخدم الفار؟ تعالوا نشرح مثال بسيط وتفهم امتى اصلا بتستخدم الفار. لو انا مثلا عندي الارباح وعندي المبيعات، وعايز اجيب نسبة الارباح من المبيعات، بعمل ايه؟ باجي اقوم جايب ميجر سم اوف سيلز، وبعدين سم اوف بروفيت، واقوم عامل ميجر تالتة قاسم الاتنين دول على بعض. مظبوط، حلو قوي. فار بقى بتريحني من كل الكلام ده، لان المعادلة اللي انا لسه قايلها من شوية، عملت ميجر ادي كده، واحدة للسيلز، واحدة لاجمالي البروفيت، وواحدة عشان اقسمهم هما الاتنين على بعض. فار ريحتني من القصة دي خالص. فار بتعمل ايه؟ بتعمل حاجة شبه المتغيرات، او هي المتغيرات اللي بقدر من خلالها ان انا اعمل ميجر كاملة. استخدم فيها var sum of sales، var استخدم فيها total sales، وبعدين
ممكن اعمل بقى فار تالتة واستخدم فيها الفانكشنز دي وبعدين اعمل لها ريتيرن او استدعيها بشكل معين، او ممكن اعمل الفانكشنز دي كلها بدون فار في الريتيرن دايركت. فالفار المهمه بتاعتها او اهم جزئيه فيها هي ان بتلخص عليا معادلات كتيره جدا ممكن اعملها فرداني في ان انا اعملها في معادله واحده بس، فتوفر عليا البرفورمانس وتوفر عليا حاجات كتيره قوي. طيب، ايه نوع السكيما المختلفة اللي موجودة في الداتا موديلنج؟ الداتا موديلنج دوره ان انت بتبقى عندك تيبلز مختلفة، والتيبلز دي في ريليشنز ما بينهم، فانت بتربطهم سوا عشان تطلع في الاخر بالداتا موديلنج بتاعتك. بس مهم جدا تبقى واخد بالك ان كل الاشكال اللي بتتكون مع بعض بتنشئ عندي سكيما مختلفة. ايه انواع السكيما دي بقى؟ فاحنا عندنا كذا سكيما، اشهرهم واحسن نوع تتعامل فيه في الداتا اناليسيز هو الستار سكيما. بس احنا عندنا انواع تانية، عندنا انواع تانية زي الهرايلك سكيما، عندنا جزء بتاع النتورك سكيما، عندنا سكيما تانية بتاعت السنوفلاك، عندنا في حاجة اسمها فلات سكيما. عندنا حاجات كتيرة قوي او انواع مختلفة من السكيما، بس اشهرهم الستار سكيما والسنو فلاك سكيما والهيراركي سكيما. اوكي، بالترتيب كده. طيب، ما الفرق ما بين السنجل فلتر دايركشن والبوست فلتر دايركشن؟ الفرق ما بين الاتنين نفس المبني على الجزء بتاع الداتا موديلنج. انا لو عندي جدولين مع بعض، فانا بيبقى عندي جدول مربوط بجدول تاني، فمين اللي بيأثر في مين؟ لو اتجاه الدايركشن اتجاه سهم واحد بس خارج من جدول واحد رايح لجدول اتنين، فده معناه ان ده سنجل دايركشن. طيب، لو العلاقة ما بين الاتنين دول ميني تو ميني او 1 تو 1، هتلاقي ان الدايركشن ما بين الاتنين او العلاقة ما بين الاتنين رايحة بسهمين، سهم كده وسهم كده. ده معناه ايه؟ ده معناه بوث دايركشن، يعني الجدول ده قادر يأثر في الجدول ده، والجدول ده قادر يأثر في الجدول ده. ده باختصار شديد جدا الفرق ما بين السنجل دايركشن والبوث دايركشن. ما بعض المواقف المختلفة وهتتعامل فيها ازاي، دي بقى بتكون بالاكسبيرينس بتاعتك. يعني انت مثلا ممكن تكون مريت بمشاريع معينة ومريت بمواقف معينة، وتحكي بقى المواقف دي، انت في الموقف الفلاني كان في مشكلة الفلانية وتعاملنا فيها بالشكل الفلاني. والقصص دي مهمة جدا لان هي بتوضح للشخص اللي بيستقبل المعلومات منك او اللي بيعمل معاك الانترفيو ان انت فاهم وعندك عقلية وعندك منتاليتي وعندك طرق تفكير مختلفة في المواقف دي بتعمل ايه. فلو انت مريت بمواقف معينة ممكن تكون اول مرة تعدي عليك، هتتعامل فيها بشكل عامل ازاي؟ فقصة المواقف دي من اكتر الحاجات اللي ببقى محتاج الناس فعلا تبقى مجهزاها، وانت كمان تبقى مجهزها قبل ما تدخل الانترفيو، ان انت متوقع تتسأل ان انت هل في مشاريع معينة كان قابلتكوا فيها مشاكل معينة وانت اتعاملت فيها بشكل عامل ازاي، او احكي لي مثلا بروجكت انت بدأته من A to Z كبروسيس سريعا. طبعا انت مش بتقعد تحكي تفاصيل، بس بدأنا بالداتا عملنا ايه، اكتشفنا ان الداتا دي فيها مشاكل شكلها عامل ازاي، حلينا المشاكل دي ازاي، بعدين بدأنا نطلع الكي بي ايز، بعدين بدأنا نرفلكت الكلام ده جوه الداشبورد بتاعتنا بشكل معين. كان عندنا داتا بيز، كان عندي مشكلة في ان مثلا انواع المصادر المختلفة، كان جزء من المصادر دي جاي مثلا من شيتات اكسل، وجزء جاي من داتا بيز، وجزء كان المفروض يتجمع من الفروع المختلفة بتاعت الشركة، اسكندرية وما اعرفش فين والقاهرة والجيزة وهكذا. والداتا دي في الاخر اصلا بتجيلنا بشكل مختلف، دول بيبعتوا بطريقة ودول بيبعتوا بطريقة ودول بيبعتوا بطريقة، فانا بلاقي نفسي في الاخر في مشكلة في ان انا محتاج اوحد البيانات. فتقعد تحكي القصة دي، ده في حد ذاته بيديك انت ثقل في ان انت فعلا اشتغلت في ريال بروجكتس، وكمان بيبقى عندك قصة تقدر تحكيها كريال بروجكت، او مشاكل انت واجهتها وقادر تتعامل فيها ازاي. تمام. اتمنى ان الموضوع يكون وضح لكم بشكل مختصر، واتمنى ان ما اكونش هطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.